عارف اللحظة اللي بتبص فيها للكتاب وتحس إن كل كلمة بتضحك عليك؟ اللحظة اللي عقلك بيقولك خلاص أنا مش قادر، بس في نفس الوقت في جواك إحساس صغير بيقولك لأ، أنت لازم تكمل. النهاردة هقولك إزاي تحول الإحساس ده من عجز لقوة. سواء كنت بتذاكر للثانوية أو بتتعلم حاجة جديدة، عقلك هيقف، جسمك هيتقل، والسرير هيبقى مغناطيس. بس صدقني، اللحظة دي مش علامة فشل، بالعكس، دي علامة إنك وصلت لمرحلة بيحصل فيها نمو حقيقي لعقلك. زي العضلة اللي بتوجعك بعد التمرين، الوجع مش معناه ضعف، الوجع معناه إنك بتبني قوة. أول حاجة، بلاش تبص على المذاكرة كأنها جبل كبير لازم تطلع قمته مرة واحدة. لو عندك 50 صفحة، قسمهم لخمس صفحات بس، وخلي كل 5 صفحات كأنهم مهمة منفصلة. السر هنا إن عقلك بيحب الإنجازات الصغيرة. كل ما تخلص جزء، جسمك يفرز دوبامين، تحس إنك كسبت جولة فتقدر تدخل الجولة اللي بعدها. الموضوع زي لعبة فيديو، مفيش حد بيخلصها في ليفل واحد. جرب قاعدة البومودورو: 25 دقيقة مذاكرة كاملة تركيز، بعدها 5 دقايق راحة. في الراحة قوم اتحرك، اشرب مية، بص من الشباك، بس بلاش تمسك الموبايل، لأن الموبايل ممكن يخليك تدخل في دوامة سوشيال ميديا وتلاقي نفسك ضيعت ساعة. ولما دماغك ياخد استراحة قصيرة، بيقدر يرجع يشتغل بكفاءة أعلى. تعال نتفق، عقلك مش دايما صاحبك، ساعات بيحاول يهربك من الشغل. لما تلاقي نفسك بتقول أنا زهقت، أنا تعبت، جرب ترد عليه بنفسك ماشي يا عم، هقعد 10 دقايق بس واشوف. الغريب، أغلب الوقت هتلاقي نفسك بعد 10 دقايق كملت ساعة من غير ما تحس. السر هنا إنك تكسر المقاومة الأولانية وبعدها كل حاجة تمشي. في علم النفس في حاجة اسمها foot in the door technique، يعني لو بدأت بحاجة سهلة، عقلك يسخن ويستعد للحاجة الصعبة. ابدأ دايما بأسهل حاجة عندك في الجدول، حاجة تحسسك إنك خلصت حاجة بسرعة. بعد كده عقلك هيدخل في المود وتلاقي نفسك بتتعامل مع الأجزاء الصعبة أخف بكتير. أنت بتذاكر أصلا ليه؟ لو إجابتك عشان الامتحان، ده هدف قصير المدى. لكن لو فكرت أنا بذاكر عشان أفتح باب لمستقبل معين أو أحقق حلم شخصي، ده بيخلي دماغك يدي أهمية أكبر للمجهود اللي بتعمله. دايما اربط كل مذاكرة بحاجة أكبر من الورقة والقلم. اربطها بصورة نفسك بعد 5 سنين. مش كل يوم هتحس إنك سوبرمان، عادي. المهم إنك تتحرك حتى وإنت مش قادر، لأن النجاح مش للناس اللي بتحس دايما إنها جاهزة. النجاح للناس اللي بتشتغل حتى وهي مش جاهزة. كل صفحة بتذاكرها، كل دقيقة بتركز فيها، بتقربك خطوة لهدفك. افتكر، مش مهم السرعة، المهم الاستمرار. لو الكلام ده فرق معاك، سيب تعليق وقول هنا ايه اكتر حاجة هتبدأ تطبقها من النهاردة. واشترك في القناة عشان الفيديو الجاي هيكون فيه أسرار أكتر عن المذاكرة بذكاء، مش بمجهود أكبر.